المهندس هاني عازر. سنة 2006 العالم كله كان عينه على ألمانيا عشان كأس العالم، بس برلين كان عندها أزمة تانية خالص. كان لازم يخلصوا محطة برلين المركزية، أكبر محطة قطر في أوروبا، وده المشروع اللي المهندسين سموه المستحيل الهندسي. في وسط قلق الحكومة الألمانية والجدول الزمني الضيق، كان في مهندس مصري من طنطا هو اللي ماسك الدفة، المهندس هاني عازر، المهندس المعماري اللي غير شكل عاصمة ألمانيا برلين. الحكاية بدأت سنة 1995. الحكومة الألمانية كانت عايزة تربط شرق المدينة بغربها بعد توحيد ألمانيا، بس المشكلة اللي كانت بتمنع ده يحصل هي نهر اسمه شبريه، وتربط برلين الطينية الهشة اللي شبه الجيلي. فالمعجزة في تصميم المحطة هنا ايه؟ ان برلين ارضها طينية والمية الجوفية فيها عالية جدا، والمحطة كان لازم تتبني فوق نهر شبريه. بس هنا فكرة هاني عازر كانت هندسة بره الصندوق. صمم المحطة عشان تكون على عدة مستويات تحت الأرض وفوقها. فالتحدي الكبير هنا ايه؟ كان انه لازم يركب سقف ازاز عملاق وزنه آلاف الأطنان من غير ما يوقف حركة القطر أو النهر. فاستخدم تقنية الجسور المعلقة، بمعنى انه بنى أجزاء السقف رأسي بالطول وبعدين نزلها واحدة واحدة ببطء شديد وبدقة المليمتر، في عملية حبست أنفاس ألمانيا لمدة 54 ساعة متواصلة من غير نوم. وقبل الافتتاح بشهور الضغط كان مرعب، الحكومة الألمانية كانت خايفة المحطة ما تخلص، بس هاني عازر كان بيرد عليهم بكلمة واحدة، إن هي هتخلص في ميعادها. وفعلا في مايو 2006 افتتحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحطة، وقفت قدام الكاميرات وقالت جملتها الشهيرة: Hanni Aser hat diesen Traum Wirklichkeit werden lassen. وخد أعلى جايزة تكريم في ألمانيا، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، واختاروه كواحد من أهم 50 شخصية في تاريخ برلين الحديث. والألمان نفسهم بيقولوا إن هاني عازر ما بناش محطة، ده بنى رئة جديدة لقلب ألمانيا. فقصة هاني عازر بتقول لنا إن العقل العربي لما بيتحط في بيئة بتقدر العلم بيقدر يغير خريطة العالم، مش بس خريطة المواصلات.